لعل إحدى أهم المحافظات الزاخرة بالمعالم التراثية والحصون المنيعة محافظة حجة، حيث يصل إليها الزائر عبر طريق إسفلتي ينطلق من العاصمة اليمنية صنعاء، مرورا بمحافظة عمران حاضرة التاريخ في اليمن. تتألق مدينة كحلان عفار كقلادة في عقد مدن اليمن الجميلة، ومن أبرز معالمها حصن عفار الشهير. وكحلان عفار تتألف من سلسلة جبلية أبرزها جبلي عفار وقيدان، كما تتميز بمعالم شاهدة على قدرة الإنسان اليمني القديم في تحدي الطبيعة وقهر الجبال ونحتها والسكن في أعالي قممها ليتناغم مع الطبيعة المحيطة به. كانت كحلان عفار تعرف في القرن الثالث عشر الميلادي باسم كحلان تاج الدين، نسبة إلى تاج الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة. وقد بنيت المدينة على قمة جبل تتوجه قلعة حصينة كانت تسمى مؤتك، ولا تزال مباني هذه القلعة التاريخية الحصينة قائمة حتى اليوم. تتميز مدينة كحلان عفار بموقعها الرائع الذي يشرف على العديد من القرى التي تنتشر في الجبال والتلال وعلى ضفاف الأودية المحيطة بها. وبفضل موقعها المتميز تعد مدينة كحلان عفار من أجمل المناطق السياحية الجميلة في اليمن. أما الزائر فيخرج بانطباع مفاده ما تزال اليمن زاخرة بالمعالم والمآثر التاريخية التي تشير إلى حضور أبناء اليمن في تلك الفترة ومساهمتهم في صناعة عناوينها العريقة، كما هو واضح من المدن الموجودة حتى اليوم. تتميز مدينة كحلان عفار بجمال منازلها الحجرية المتعددة الطوابق والتي يلتصق بعضها ببعض،